النهاردة هنتكلم عن النرجسي والانتقام. ازاي النرجسي بينتقم منك لو فكرتي تخرجي بره حياته؟ طبعا الموضوع ده كتير بيسألوني عنه. حبيت اجيب لكم الموضوع من جذوره. الانتقام ممكن نعرفه بشكل دقيق انه كل شخص بيشوف الانتقام ده من منظوره الخاص، لكن بشكل عام احنا بنعتبر ان الانتقام ده عمل ضار ضد شخص او مجموعة اشخاص، بيكون رد فعل لشيء معين سبب ألم للشخص المنتقم ده. فمثلا في حالتنا اللي بنتكلم فيها، النرجسي والانتقام، انت خرجتي من حياته وده سبب له جرح عميق أو ألم شديد، فبالتالي هيكون انتقام النرجسي شديد، يعني هيضرك ضرر بالغ. النرجسي عنده مفهوم خاص للانتقام، عشان كده هو بيشوف الانتقام ده من مفهومه هو. لو خرجتي بره دايرته أو بره حياته بيكون انتقامه شديد جدا. نرجسي شخص حقود حقود جدا جدا وأناني جدا جدا، بيدور على راحته الشخصية على حساب راحة أي حد تاني. عشان كده بيكون منتقم شرس أول ما تقرري إن انت تتخلي عنه وتخرجي بره حياته. عنده مخزون عالي جدا جدا من القسوة والحقد، وبيطلع كل ده في صورة غل وغضب وانتقام شديد. طب ايه هي طرق الانتقام عند النرجسي؟ في بعض الامور اللي بتثير غضب وقلق اي ست، زي الدخول في علاقة جديدة مثلا فورا اول ما تسيبيه. ده بيدل على انه ما كانش بيبادلك اي شعور بالحب ولا اي حاجة، وكان دايما دايما يعني مجهز بديل تاني او على علاقة حتى مع حد تاني وانتي معاه، وهو ده اللي عايز يوصلهولك. عايز يوصلك رسالة انه كان بيخونك مع ستات تانية على الرغم من انه كان لسه معاكي وكان لسه مرتبط بيكي. ممكن تكون الامور دي صحيحة وممكن تكون مش صحيحة خالص، مجرد وسائل انتقامية بس علشان ينتقم بيها منك. طبعا احنا عارفين ان النرجسي شخص متسلط وما بيشوفش في الست غير ان هي أداة يلبي بيها طلباته ويمارس عليها سلطته فقط، وده اللي بيخليه يحس قد ايه هو مسيطر وقد ايه هو يقدر يعمل فيكي كل اللي هو عايزه. ايه كمان؟ يعني ممكن يخليكي تغضبي وتغيري بان يكون ليه مثلا واحدة تانية يعرفها أو علاقة جديدة هيدخل فيها أو الكلام ده. طب إيه كمان؟ يقوم بالاتصال بيكي علشان يجرحك بكلام قاسي، وده اللي بيعمله في الغالب، إنه يتصل بيكي أو يبعتلك رسالة وفيها كلام جارح يمس مشاعرك ويمس أنوثتك ويمس كرامتك، ويحسسك قد إيه إن هو أصلا ما كانش شايفك ولا كان حاسس بيكي ولا كان مهتم، لأن انتي أقل من إنه يهتم بيكي. كمان ممكن تلاقيه فجأة وبدون مقدمات بيتجوز، اتجوز واحدة تانية، وطبعا دي أكتر حاجة تجرح الست، لأنك بتحسي إنه كان موضب لكل ده ومجهز ليه. هو خلاص أول ما انفصلنا كده راح اتجوز؟ ده كان عارفها من زمان بقى. ما هو مش معقولة، يعني هو مش غبي علشان يروح يتجوز واحدة في يوم وليلة. أكيد هو مخطط للموضوع ده من زمان، من وهو لسه ما سابنيش. وهو ده اللي عايز يوصلهولك، إنه كان بيخونك وإنك كنت خلاص انتهيتي من قلبه ومن تفكيره ومن عقله، وعشان كده هو دلوقتي مع واحدة تانية. عايزة أقولك إن النرجسي ما بيحبش حد وما بيهتمش بحد، وإنتي زيك زي غيرك وهي زيها زيك وكلهم زي بعض بالنسبة له. كلكوا زي بعض بالنسبة له. النرجسي بيموت في الانتقام، والانتقام هو وسيلته الوحيدة عشان يتخلص من عقدته النفسية.
مش ممكن ننكر طبعا ان النرجسي شخص بيعاني من امراض نفسية فظيعة، عشان كده هو بيعشق الانتقام، والانتقام ده بيحسسه انه راجل قوي وصاحب سلطة، وان كتير قوي 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 حاجات تخليه يعشق الانتقام. زي ايه؟ انه بيحب اصلا يمارس سلطته على الجميع، لازم يفرض سلطته على كل الناس، حتى بعد الانفصال وانت خلاص ما بقيتيش مراته، ما بقيتيش في ذمته، ما بقيتيش تحت سيطرته، برضه هيبقى عايز يسيطر عليكي حتى ولو غصب عنك. نرجسيته بتخليه يحب السلطة والانتقام أكتر من أي حاجة تانية، بتخليه يعني فظيع، بيلهث ورا الانتقام. كمان حبه لذاته بيخليه ينتقم من كل اللي يأذيه، أو يخليه يحزن ولو حتى بحاجة بسيطة، ولو كان تصرفه ده ما يحتاجش لكل فظاعة الانتقام اللي هو عمله ده. كمان روح الانتقام جوه النرجسي مزروعة فيه بالفطرة، ما بيقدرش يسيطر عليها أبدا. أحيانا بيندم على أفعاله الانتقامية دي، لكن بيكون خلاص الوقت فات على الندم ده، مش هينفع ندمه ده سوري، مش هينفع ندمه ده في شيء أبدا. حبه لإثبات وإظهار نفسه بشكل دائم بيخليه يدور دايما على الانتقام، دايما يدور ويثبت لنفسه إزاي يظهر في وسط الناس، وده كله من خلال الانتقام. طب هل النرجسي بيندم فعلا بعد الانتقام؟ الانتقام عند النرجسي يا جماعة أمر مقدس، دايما بيلجأ له بهدف إثبات ذاته وعلشان يمارس سلطته على الآخرين زي ما قلنا. لكن انتقامه من الأشخاص العاديين زي أصحابه ومعارفه ما بيكونش بنفس قوة وشدة انتقامه من شريكة حياته. فعادة بيكون انتقامه من شريكة حياته أشد قسوة بمراحل من انتقامه من الناس العادية. عشان كده نلاقي الانتقام الشديد شديد بيخليه يندم في بعض الأوقات، لكن لما يكون خلاص خسرك، خسر كل حاجة تخصك، وخلاص ما عادش ينفع انه يرجعك تاني. وطبعا ما بيبقاش ندمان عليكي انتي، لكن ندمان على كل الوقود وكل المكاسب اللي كانت بتطلع له من وراكي، وكل حاجة كان بياخدها وبيكتسبها من خلالك. بس خلاص الوقت فات على الندم ده، انت خلاص خرجتي من تحت سيطرته وعرفتي قد ايه هو انسان بشع ومش ممكن هترجعي تعيشي معاه تاني. علشان كده ندمه ملوش اي لازمة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم الحلقة الجاية.